ما أحد يقدر ينكر إنه مازن صار واحد من أكبر اليوتيوبرز في العالم العربي، وفي أقل من 3 سنوات بس قدر يوصل لأكثر من 2 مليون مشترك على يوتيوب، ويبني جمهور يحبه ويدافع عنه حتى لو كان على خطأ. لكن فيه جانب ما يعرفه كثير من الناس عن مازن، جانب مظلم. مازن ما بنى شهرته فقط على التقليل من الناس والإساءة لهم، بل الأدهى من كذا إنه قدر يدمر شخص كان ملك تيك توك في 2019 و2020. وخطا في الله اللي فينا كفينا ما باغي الله حديت لا في الله ولينا عايش في سبيل. قبل ما نبدأ الفيديو حاب أقول لكم إني داخل تحدي مع صديقي ذا بيست على من يوصل أول لل1000 مشترك، فإذا كنت تشوف إن محتواي يستحق الدعم اشترك في القناة، الاشتراك مجاني وتقدر تلغيه في أي وقت. ويلا نبدأ. مازن معروف بأسلوبه الساخر في انتقاد الناس، طريقة البعض يشوفها نقد بناء لكنها تسبب له مشاكل وصراعات مستمرة مع التيك توكرز واليوتيوبرز. لكن في قصة معينة شدتني جدا، وهي عن تيك توكر مصري كان نجم أيام كورونا، كان الكل يحبه وكانت تعليقاته دايما إيجابية ومليانة دعم. فجأة انقلب الكل عليه وصار مادة للسخرية، ورغم إن محتواه فيه ذنوب أو أشياء ممكن ما تعجب البعض، لكن على الأقل احترموا مشاعره. ناس كثير انتقدوه بس عشان يركبوا الترند، لكن مازن كان مختلف، أخذ الموضوع بشكل شخصي وبدأ يستهزئ فيه علنا. التيك توكر هذا ما قدر يتحمل، ورد عليه بفيديو فيه سب، وبدل ما تهدأ الأمور استغل مازن الفرصة ونزل عليه 3 مقاطع متتالية كانت كفيلة بتدمير صورته ومسيرته تماما. في النهاية أنا لا أتفق مع مازن ولا مع الطرف الثاني بالكامل، لكن اللي متأكد منه إن مازن كان جاد جدا في هجومه ويمكن بالغ في الموضوع. وش رأيكم أنتم؟ هل مازن فعلا تجاوز حدوده ولا تشوفون إن اللي سواه كان مبرر؟